امهات كتير جدا بتكلمني وبتسالني امتى ابدا اجهز بنتي. انا بنتي في اولى ثانوي وبنتي في ثانيه ثانوي، انا بنتي في ثالثه ثانوي. هي امتى وازاي؟ دي اولا حاجه بتاعت ربنا، بس انا اقدر اقول لك ايه اللي بيتجاب الاول وليه بنجيبه في الاول. واكتر حاجه بنصحك بيها من خبرتي في السوق، لانها سعرها بيرفع جدا وفي نفس الوقت موديلاتها ما بتقدمش على طول، هي اطقم الحلل. وممكن حد يقول لي يا رؤوف ده انا بنتي لسه في ثانوي، يعني انا هجيب طقم الحلل واركنه ده كله هيبوظ مني. ما تقلقيش خالص، مفيش اطقم حلل بتبوظ من الركنه. وايه هي بقى اهم 3 اطقم حلل ممكن تجيبيهم؟ تعالي وانا اقول لك. واول حاجه معانا هي طقم الاستانلس. طقم الاستانلس يعتبر من الاطقم الاساسيه ولا غنى عنه، كمان موديلاته ما بتقدمش طول ما انت جايباه ستانلس اصلا. اما تاني طقم معانا وهو طقم الجرانيت. طقم الجرانيت النهارده لا غنى عنه، لانه كويس جدا ومن اكتر الحاجات موزعه حلوه قوي للحراره، فبالتالي لا غنى عنه، وكمان في منه الوان كتير قوي ترضي كل الاذواق لكل العرايس. اما تالت طقم معانا وهو طقم التيتانيوم. طقم التيتانيوم من الاطقم الجديده والحلوه قوي، وكمان لسه جديد يعني مش هيقدم خالص حتى لو بعد 10 20 سنه. زائد ان هو من المواد الصلبه اللي ينفع نعينه في الثلاجه وفي الاكل، فبالتالي هو حلو قوي كطقم ثالث للمطبخ. وبكده يبقى احنا اتكلمنا عن اهم 3 اطقم اساسيين. طب بالنسبه لو عايزين نجيب طقم رابع اضافي زياده، هنجيب طقم ايه؟ وبكده انصحك بطقم الومنيوم، وهو 5 قطع ما تكونش عدده كبير. دي كده بالنسبه للحاجات الاساسيه. تقدروا تجيبوا الاربع تطقم هاتوا، هتقدروا تجيبوا 3 تطقم بس يبقى اللي انا قلتهم، هتجيبوا طقمين يبقى الاستانلس والجرانيت. وتاني جزء في اساسيات العروسه بعد الحلل على طول وهي حاجات المطبخ او رفايع المطبخ، دي لانها ما بتقدمش وكمان ممكن تقعد معانا عمر طويل قوي وما تبص وما يحصلهاش اي حاجه، حتى موديلاتها مش هتتغير. زي ايه بقى؟ صواني الفرن. عندنا المقلايات بكل مقاساتها من جرانيت والومنيوم وتيتانيوم، والطواجن المستطيله، وعندنا حتى صواني البيتزا دي برضو من الاساسيات اللي لا غنى عنها. وعندنا السندات السكاكين، وكمان اطقم التوزيع والبرادات. اللبانات عندنا جرانيت استانلس، عندنا الومنيوم، وكمان الكنب. الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو دي اهم اساسيات العروسه. يعني لو بنتك في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي وفي ثالثه ثانوي تقدري تجيبيها وتعينيها. دي حاجات موديلاتها ما بتتغيرش، وكمان بتحافظي على القيمه بتاعه الفلوس لانها مع الوقت بتغلى جدا. اما النص الثاني من الجهاز تقدري تستني عليه لحد ما بنتك تكبر. طب والنص الثاني في الجهاز زي ايه؟ عندنا الصيني والأوركوبال والحاجات اللي هي بتاعه النيش او حاجات الاطباق، عندنا الازاز، عندنا البلاستيكات، ده ممكن نستنى عليه في النص الثاني من الجهاز. يعني كل اللي بيتعاملوا معانا احنا بنفهمهم ده وما بنرضاش نديهم النص الثاني في الجهاز طول ما بنتهم لسه صغيره. لكن لو عروسه وخلاص محدده نقدر في الحاله دي نديها جهاز كامل لانها مش هتفرق، لان بيبقى كل الموضوع في شهور. لكن لو هتركني الجهاز لمده سنين يبقى هي الحاجات اللي انا قلتها لك. لو انت واستفدتي من اللي انا قلت، اتمنى انك تعملي لايك وتعملي شير عشان خاطر غيرك يستفاد، لان في ناس كتير جدا بيبقوا تايهين والتجار بيضحكوا عليهم. شكرا.